ازيك يا عزيزي المشاهد؟ سيب لي اي حاجة في ايدك وتعالى سمعك الفيلم ده. بيبدأ الفيلم في كندا مع أخين توأم اسمهم جان مروان وسيمون مروان، والمحامي بيقرأ لهم وصية والدتهم المتوفية اللي اسمها نوال مروان. الوصية بتقول إنها تتحط في قبرها بدون تابوت، عارية تماما ووشها على الأرض، ومفيش أي اسم يتناقش على قبرها، وممتلكاتها تتقسم على أولادها الاتنين بالتساوي. والوصية دي فيها ظرفين: الأول تاخده جان وتدور على أبوها وتسلمهوله، والتاني ياخده سيمون ويدور على أخوه ويسلمهوله، ولما يسلموهم الجوابات وقتها ينفع يكتبوا اسم والدتهم على القبر بتاعها. والمحامي بيدي جان ظرف فيه سلسلة وجواز السفر العربي بتاع أمها، وسيمون بيبقى متضايق وبيرفض الوصية، لكن جان بتقرر إنها تنفذ الوصية بالظبط لأنها حاسة بالذنب ناحية والدتها علشان ما كانتش معاها قبل ما تموت. وجان بتروح تقابل دكتور نيف اللي شغالة معاه وبتاخد رأيه في الوصية، ونيف بيقول لها لازم تصدق صوت نفسها لأنه دايما هو الصح. وجان بتقوله إن أبوها مات في حرب في منطقة دارش، وأمها دايما تتكلم عن منطقة دايرون في منطقة فؤاد، فبيديلها الدكتور رقم واحد صاحبه مدرس في جامعة دارش علشان يساعدها اسمه سعيد حيدر. وبترجع جان بيتها وبتشوف صورة لأمها وبتفتكر آخر أيام والدتها لما كانوا في حمام السباحة مع بعض. وقتها شافت نوال حاجة عملت لها صدمة ونقلوها المستشفى وماتت بعد 3 أيام. وبنرجع بالأحداث شوية وبنشوف نوال وهي بتقابل حبيبها في لبنان علشان تهرب معاه، لكن أخوها بيقتل حبيبها قدامها، ولما بيجي يقتلها أمها بتمنعه. وبعدها بيعرفوا إنها حامل، ولما بتولد بيرسموا وشم 3 نقط على رجله وبياخدوه منها ويودوه الملجأ. وبنرجع لجان اللي بتروح لمدينة دارش علشان تنفذ الوصية وتدور على أبوها وأخوها، وبتروح للجامعة اللي كانت فيها أمها، وبيقول لها دكتور سعيد حيدر إنه مش هيعرف يساعدها لأنه ما كانش وقتها في البلد. وبتروح لموظفة في الجامعة وبتديلها صورة أمها، لكن الموظفة بتستهزأ بيها لأن المدة طويلة جدا وبتبعتها لواحد يقدر يساعدها. الراجل ده أول ما بيشوف صورة نوال بيعرفها وبيقول لها إنها كانت متصوراها في سجن كفر الريات. وبنرجع بالأحداث تاني لحياة نوال لما دخلت الجامعة في لبنان. في الوقت ده كانت الحرب الأهلية شغالة وجامعتها اتقفلت بسبب الحرب، وكانت بتدور على ابنها اللي خدوه للملجأ، وما كانش فيه غير ملجأين بس في الوقت ده. فبتتفاجئ لما بتعرف إن الملجأ اللي راح فيه ابنها اتقذف في الحرب، وبتسأل عن مصير الأولاد اللي كانوا في الملجأ، وبيقولوا لها إن احتمال يكون الناس اللي في المدينة أنقذوهم قبل القذف وودوهم للمخيم. وطبعا بتكون حزينة لأنها خافت إن ابنها يكون مات، فبتروح للمخيم علشان تدور على ابنها. لكن وهم في الطريق في جماعة مسيحيين بيوقفوا الأتوبيس وبيقتلوا كل الركاب اللي في الأتوبيس علشان مسلمين، لكن نوال بتوريهم الصليب وبتعرفهم إنها مسيحية زيهم فبيسيبوها عايشة. وبنرجع لجان وهي رايحة للقرية اللي كانت عايشة فيها أمها وبتدور على أي خيط يساعدها، وبتبدأ تسأل في الدار عن والدتها، لكن لما بيسمعوا اسم والدتها بيتخانقوا معاها. وصاحبة الدار بتقول لهم انهم ما يعرفوش عنها حاجة لانها جابت لهم العار بسبب اللي عملته، ومن وقتها قطعوا علاقتهم بيها. وبنكمل رحلة نوال اللي بتوصل لمخيم ترس تدور على ابنها، لكن بتلاقيه اتدمر كله واتحرق، والمسكينة بتفقد آخر أمل في إنها تشوف ابنها، فبتقرر إنها تقتل قائد الميليشيات المسيحية اللي بيقتل المسلمين، لأن الدين المسيحي دين سلام وما ينصش على كده وهو بيشوه دينهم. وفعلا بتدخل نوال على بيت القائد على أساس إنها مدرسة فرنساوي لابنه، وتاني يوم بتقتل القائد وبيقبضوا عليها وبيرحلوها على سجن ريات. وبنرجع لجان اللي وصلت للسجن كفر الريات، وبيكون السجن مهجور من زمان، فبتقابل حارس السجن وبتسأله عن أمها وبتوريه صورتها، فالحارس بيعرفها على طول وبيقول لها ان دي سجينة رقم 72 وكانت دايما تغني مش بتبطل غنى، وقتلت قائد الميليشيات واتسجنت 15 سنة. ونوال كان عندها عزيمة قوية وكانوا عاوزين يكسروها علشان تبطل غنى، لكنهم معرفوش لدرجة انهم بعتولها ابو طارق الجلاد اللي اغتصبها اكتر من مرة علشان يمنعها من الغنى، لكن للأسف حملت منه وولدت وهي في السجن وبعدها افرجوا عنها. وبتسأله جان عن مكان الطفل اللي اتولد، لكن الحارس بيقول لها ان الدكتور اللي ولدها مات بس يعرف عنوان الممرضة وبيديها العنوان. وجان بتكلم اخوها سايمون وهي منهارة على المأساة اللي عاشتها امهم، وبتقوله انها وصلت لنص الطريق وقربت تعرف اخوهم فين، فبيقرر سايمون انه يروح يقف مع اخته. وبنشوف نوال في السجن وابو طارق بيتعدى عليها لحد ما بتحمل وبتحاول تجهض نفسها لكن ما بتعرفش. سايمون بيروح لاخته مع محامي العيلة، لكنها بتعرف ان اخوها جاي يرجعها معاه مش عشان يساعدها. وجان بتقوله انها خلاص عرفت عنوان الممرضة وهتروح لها، ولما بيوصلوا بيسألوها عن اسم نوال امهم. الممرضة بتفتكرها
وبتقول لهم إنها والدتها في السجن وخدتهم ربتهم لحد ما نوال خرجت من السجن وخدت أطفالها معاها. فجان وسايمون بيستغربوا لأنها بتقول أطفالها. فالممرضة بتقول لهم أيوة نوال كانت حامل في توأم ولد وبنت، وبيتصدموا لما بيعرفوا إن الممرضة بتتكلم عليهم وهما اللي اتولدوا في سجن كفر الريات. وأبو طارق بيكون أبوهم الحقيقي، وبيل المحامي بيساعدهم بيعرفهم على صاحبه مقداد، وبعد تحرياته بيقول لهم إن أبوهم ملوش شهادة وفاة، ومعنى كده إن ممكن يكون عايش، واحتمال برضو إنه يكون مات وشهادة الوفاة ضاعت في الحرب. وبالنسبة لأخوهم بيقول لما أمهم ولدت الطفل استلمته واحدة اسمها إلهام، وهي اللي ودته دار الأيتام في كفر كوت وكتبوه باسم نهاد. في الوقت ده الدار اتدمر بسبب الحرب بعد دخوله الدار ب4 سنين، والقائد اللي دمر دار الأيتام ده لسه عايش واسمه ولاء شمس الدين، وهو اللي يعرف طريق الأطفال اللي كانوا في الدار، وأول ما بيعرف أنت مين وابن مين هو بنفسه هيدور عليك. فبيروح سايمون مع المحامي لمخيم اللاجئين في ترسا علشان يسأل عن نهاد، ووقتها الخبر هيوصل للقائد ولاء وهو اللي هيبعت يقابله. وبعدها بيرجع سايمون غرفته وبيخبط عليه 2 من رجالة القائد ولاء، وبيقولوا له انهم هيساعدوه وياخدوه معاهم، وبيغمضوا عينيه وبيوصلوه للقائد فعلا. وسايمون بيسأله عن مكان أخوه نهاد، لأن دي وصية والدته قبل ما تموت إنه يدور على أخوه لحد ما يلاقيه. والقائد ولاء بيحكي له إنه من زمان هاجم قرية مسيحية في كفر كوت، وقتها كان الهجوم متكرر، فقرر إنه ياخد كل الأطفال اللي في دار الأيتام، ونهاد كان من ضمنهم. وبدأوا يدربوا الأطفال ويجندوهم، ونهاد كان قوي جدا وموهوب، وكان دايما يدور على أمه الحقيقية ونفسه يعرف هي مين. في مرة نهاد طلب إنه يستشهد علشان ينشروا صورته وساعتها يمكن أمه تعرفه، لكن القائد ولاء رفض الفكرة دي. وبعدها نهاد سابه واستقل بعيد عنه وراح لدارش، وبعدها اتقبض عليه واترحل لسجن كفر الريات وشغلوه في السجن جلاد للمساجين. وبيخلص كلامه مع القائد ولاء وبيرجع لأخته الفندق، وبيكون مصدوم، وأخته بتسأله مالك، فبيقول لها 1+1 مش 2. وبيكون في لحظة صمت بينهم، بتتصدم أخته لما بتفهم قصده. وبنرجع لأول مشهد لما نوال كانت في حمام السباحة قبل الصدمة اللي تسببت في وفاتها، وهي في حمام السباحة بتشوف شاب على رجله وشم ال3 نقط اللي كانوا عاملينه على رجل ابنها زمان قبل ما ياخدوه منها، وبتطلع من حمام السباحة بسرعة وبتروح للشاب ده، وأول ما بتشوف وشه بتسكت وبتسيبه وبتمشي، وبتتصدم بعدها وبينقلوها للمستشفى، وبعد 3 أيام بالظبط بتموت. والقائد ولاء كان بيكمل كلامه لسايمون قبل ما يمشي عن حياة نهاد، وبيقوله إن نهاد قبل ما يدخل السجن ويشتغل جلاد غير اسمه من نهاد لأبو طارق، ومعنى كده إن نهاد هو أبوكم وأخوكم في نفس الوقت، وهو اللي اغتصب أمكم في السجن وهو ما يعرفش إن دي أمه، وفي الوقت ده هو عايش في كندا باسم جديد وهوية جديدة. والقائد بيديله العنوان وبيروح هو وأخته يقابلوا نهاد، وبيسلموه ظرف مكتوب عليه من نوال مروان، ونهاد بيفتحه وبيقرا المكتوب، والمكتوب في الجواب ان نوال عرفته من اول لحظة شافته فيها لكنه معرفهاش، وان هي بتكون سجينة رقم 72، واللي سلموه الظرف ده هم اولاده منها جان مروان وسايمون مروان، وهم عرفوه لكن هو ما يعرفهمش. وهي دلوقتي بتكلم ابنها مش الجلاد، وهتفضل تحبه مهما حصل، وده كان وعدها ليه من وقت ولادته، وهي متأكدة من كلامها بسبب الوشم اللي على رجله. وبتخلص الرسالة بتوقيع أخير لوالدتك نوال السجينة رقم 72، وكده الوصية بتاعت نوال اتحققت ويقدروا ينقشوا اسمها على قبرها. وفي الآخر بيديلهم المحامي ظرف تاني مكتوب فيه إن والدهم اتولد بالحب وهم اتولدوا بالرعب، وتقدر ترتاح بعد الحقيقة ما اتكشفت. وبنشوف نهاد واقف قدام قبرها. وهنا بيخلص الفيلم، ويقال إن القصة دي حقيقية فعلا، لكن نتمنى إن ما تكونش كده.